بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا جماعة عايزين نعمل سحلب، مشروب كله طاقة وحيوية، بيدينا دفى في البرد اللي احنا فيه ده وقاعدين نتكتك كده. وتعالوا نعمله سوا ويعجبكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ازاي نجهز بودرة السحلب. تمام. اول هاب معانا كوباية سكر، ومعانا كوباية لبن بودر، ومعانا بودرة الرز اسمها بودر رايز، ومعانا جوز الهند. معانا جوز الهند اهو. معانا كريمة خام، ده كريم الشانتيه، ومعانا 5 معالق نشا. معانا كمان فول السوداني، ومعانا سمسم. تعالوا افرجكم عليها الاول. معانا سكر البودر اهو، ومعانا لبن البودرة لمس اصفر شوية، ومعانا بودرة الرز، ومعانا جوز الهند، ده جوز الهند، ومعانا كريمة المفروض 3/4 كريمة اهو، ومعانا كمان 5 معالق نشا دول اهو، وهنا الفول السوداني، وهنا السمسم. وطبعا هيبقى معانا إيه شوية فانيليا اهو ان شاء الله. ديت الحاجات اللي بتكون منها السحلب. تعالوا بقى نصلي على النبي ونقول بسم الله، ونضيف كل المقادير في بولة واحدة ونقلبها تقليب كويس، ونذكر الله كده. واللي حطليش لايك يفتكر ويحط لي لايك دلوقتي فضلا وليس امرا. نحط كل المكونات كويس ولازم نقلبها حلو، وبعدين نحطها في برطمان وما نيجي نستعملها ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الصراحة لما بنعمل الحاجة موجودة عندنا في البيت بنبقى عارفين احنا حاطين ايه بالظبط. وعايزة اقول لكم كمان دي الفانيليا هي. عايزة اقول لكم ان احنا لازم ننخل المقادير اللي بتتنخل، يعني البودرة الرز والنشا والسكر البودر، ده كله بيتنخل كويس. ضفنا دلوقتي المكسرات اهو، سبت شويه عشان احطها بقى على وش الكوبايات، ونقلب كويس عشان ما فيش اي حاجه في الخلطه ما تبقى موجوده في مكان ومكان لا. ما شاء الله البرطمان اللي انا حطيت فيه ده بياخد سعة كيلو، لان كان فيه 1000 مللي. ده على كل كوبايه هنحط معلقه، وانا عامله 3 كوبايات لبن. ممكن لو ما فيش لبن، لان احنا معانا لبن بودر، ممكن نحط مثلا ميه بداله، او نحط نص ميه ونص لبن، نص ميه ونص لبن يعني. نحطها على النار ونقلبها وهنسيبها شويه، هتعمل بقى فوم لحد فوق. ايوه، هتبقى هتعمل المنظر ده كده. اللي عايز الخليط ده ما يبقاش يعني متمازج كده وعايزه خفيف، يقلل بس المعلقه شويه وخلاص. وحانت اللحظة الحاسمة، اللحظة الجميلة اللي هنصب فيها السحلب. وواحد سحلب بصلحه يا جماعة. يلا يا بنات قوموا اعملوا يلا كده، ودفوا بيتكم ودفوا اخواتكم، واللي هيدفي ولاده كمان بشوية السحلب دول. وتفتكروني وتصلوا على النبي وتدوا لي لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.